هلا والله شباب وبنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. انا جهنم. اذا اول مرة تشاهدني خلينا اشتراك بالقناة ولايك على هذا الفيديو، واتمنى تكملون الفيديو للاخير لان بيه كلام مهم لازم تعرفوه. طبعا اللي ما يعرف هذا ترند باربي اللي طلع بسبب فيلم باربي اللي انعرض، هو فيلم اوبنهايمر سوا، فصارت ضجة بين اللي يتابعون اوبنهايمر وبين باربي، فطلع هذا الترند السخيف. هسه كل ناس تقول أنا شو استفادت من هذا الفيديو؟ عزيزي، هذا الفيديو يحتوي على رسالة مهمة، اللي هي أولا دائما شيلي صاحبتك على ظهرك، وثانيا خلي طيز كبير. طبعا أنا فيديو سابق نشرت عن رامي الركابي أو عباس الركابي ماتت، فهواية سألوني إنه هي ماتت صحيحة أو لا. أنا ما أعرف، بس الخبر اتطلع نشرته، بس لقيت لكم أخبار تأكد إنه راما ما ماتت. السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ طبعا نشروا خبر وفاة راما اللي هي صديقتي. طبعا العالم كلها نشرت راما توفت، والمشاهير كلها نشرت توفت. عم بتأكدوا من الخبر قبل لا تنشرون، اتأكدوا قبل لا تنشرون، اتأكدوا قبل لا تنشرون. كلها نشرت. هذا صديق راما أو عباس الركابي على ما أعتقد اسمه فيسفي، وهذا الفيديو نشره بعد ما نشرت أني أو طلع الخبر إنه راما توفت. بس حاب أوجه له رسالة، أنت من تطلع قدام الكاميرا وتسولف غير يكون عندك أسلوب، يكون عندك احترام يا حيوان. هاي طريقتكم الحيوانية بتوصيل الرسالة أو بتوصيل موضوع بطلوها، سواء ماتت أو عاشت احنا شلنا دخل. احنا مجرد ننشر حتى نعرف العالم أو نحكي عن الموضوع أكثر. آسف واعتذر لأن قلت لكم راما الركابي ميتة، هذا كله من استعجالي. فأنا من قلت لكم راما الركابي ميتة ما كنت متأكد 100%، كنت متأكد 50%، لأن من شفت المقطع البنية طلعت وقالت أنا أختها وراما توفت، فأنا حسبالي صدق أختها، لأن أنا ما أعرف شخص من عائلتهم، فصدقت قبل قلت لكم الخبر. فلا حد يلومني، لا حد يطلعني دو الطشه، لا حد يطلعني ان انا كذاب. فانا حالي حالكم، من رحت للناصريه وتاكدت من الخبر، يلا هسه حكيت لكم، واسف من الجميع من قلت لكم ان راما ميته، فبالحقيقه راما عايشه، كذبوا علينا. هذا صديق راما وطلع وياها أكثر من بث، واسمه ريدو، أتمنى إذا ذكرت اسمه صحيح. وكنا بعد المقطع اللي طلع اللي هاي اللي سولفت وادعت إنه هي أخت راما، كنا صدقنا الخبر والقالة كله صحيح، إنه طلعوا يكذبون علينا. بالنسبة لي يعني والله ما كنت أعرف الخبر كذب أو صحيح، مجرد شفت الخبر ونشرته لكم، فآسف من عندكم حال. هسه أنا شو استفادت من الفيديو؟ شو بس طلعت لنا اياه وتفترين قدامنا. انا عجبت باللي يتابعوها، يعني اذا فيديوهاتها كلها هيك تفتر بيه قدامنا تستعرض شنو المحتوى اللي هي قاعد تقدمه، يعني استعراض مثلا. ما وقفت بعينك اي مواقف ما تنعد، شو اسوي لك بعد حبيبك والسند.
هاي جماعة التيك توك حتى إذا ما عندهم شي يوقفون ويأشرون. هم الوسخ، انت جابك على الحب وانت عارفين الحب. انت البارحة صرتي النيشة بعد ما صار بيهن حليب. هاي إذا صارن أصلا. هاي اللي تمرقصن على التيك توك، إذا ما عندهن شي يسوينه أهم شي يطلعنا ويشوفنا العالم. طبعا مع احتراماتي للبقية، أنا أحكي على البعض بس. حسين أنا شفتك هدي سيمانة قلبي تكتك بحال شي مكانة هدي هبلتني يا ماما. هي كاتبة حاولت أسوي ترند بس طلع فيديو كليب. حابة أقولش انت غلطانة، حاولت تسوين ترند بس طلع فيلم. بس حبايب قلبي، هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو ينال إعجاب الجميع. إذا عجبك الفيديو خلينا لايك على هذا الفيديو، وما مشترك يشترك. أشوفكم في فيديو ثاني، مع السلامة.